ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا احكي لكم حكايه صغيره حصلت كده لواحده اعرفها من كام يوم. جت تشتكي لي ان هي مش بتنام كويس، عصبيه، مش مركزه، جسمها واجعها، كل عضلات جسمها واجعها، وبتقول انا حاسه ان انا مش كويسه وبقالي فتره. قعدنا نخرب كده في اكلها وشربها والعادات بتاعتها، قعدنا نلف كده لغايه ما عرفنا اساس المشكله عندها، وهي كانت مشروبات الطاقه. هي مدمنه مشروبات طاقه، بتشرب من 2 ل 3 كنز في اليوم. ايه مشكله مشروبات الطاقه؟ مشكله مشروبات الطاقه دلوقتي ان هي انتشرت كتير جدا بين الناس، بيشربوها ناس كبيره، وللاسف كمان ان هي المفروض ما بتتباعش اقل من 18 سنه، بس بيشربوها طلبه اعدادي وثانوي، الاطفال اللي في سن المراهقه. ودول الموضوع خطر جدا، لان هم بيشربوا بدون وعي، مش حاسين، على اساس يعني ان هم هيقدروا يركزوا اكتر ويذاكروا احسن والكلام ده. مشكله مشروبات الطاقه ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن كافيين عالي جدا جدا، تركيز حاجه عاليه بتدخل الدم مره واحده. الاول بتديك احساس ان انت فعلا دماغك صحيت، عارف تركز وتذاكر وكل حاجه، بس بعد كده بتيجي الخدعه بقى، ان يبتدي يحصل ان انت مش قادر تركز، ان انت حاسس على طول ان انت نيرفس واريتابل، يعني متعصب على اي حاجه، جسمك وجعك وانت مش عارف جسمك وجعك ليه، دماغك كده زي ما تقول بيقول لك انا حاسس ان دماغي سايحه في بعضيها. دي اول حاجه بقى، اول حاجه المفروض ان انت تاخدها عشان تركز، انت ما بتركزش ولا اي حاجه. تاني تاثير للكافيين على ضربات القلب، يقول لك ضربات القلب حس عارفين يقول لك ايه، كان زمان يقول لك رفرفه، آه آه تحس بالبالبيتيشن اللي هي ضربات قلب سريعه جدا، وكمان بيبقى في حاجه اسمها لخبطه الريزميا اللي هو ضربات قلب كمان تبقى غير منتظمه، وكمان بتعلي الضغط. خلي بالنا. تالت حاجة انسومنيا. انسومنيا يعني ايه؟ يعني أرق، ما بننامش كويس. الله، طب ما انت لما مش هتنام كويس هتصحى تاني يوم عارف تذاكر حتى لو ضربت 50 واحدة؟ ما انت برضو ما دام ما نمتش كويس فانت قايم مش مركز كويس، فبالتالي برضو أدائك في المذاكرة هيبقى تعبان. يبقى اول حاجه دي مشاكل الكافيين. تاني مشكله الكافيين طبعا السكر عالي، سوري، لمشروبات الطاقه السكر عالي جدا. هتقولي بشربها لايت، ابن عمها مفيش اي فرق. تالت حاجه، وخلي بالكم السكر العالي كمان بيعمل حاجه اسمها برين فوج. برين فوج يعني ايه؟ يعني يقول لك انا حاسس يكون في غمامه عارفين ترم فعلا، دماغي سايحه في بعضيها، مش مركز، مش عارف تميز الكلام، بتسمع مش قادر تسمع. فخلي بالنا ان السكر برضو الزياده بيأذي مخي. تالت حاجه مشكله مشروبات الطاقه والكافيين، غير الكافيين او الكافيين نفسه اللي في مشروبات الطاقه، انه بيعمل حاجه اسمها دايوريسيس. يعني ايه؟ يعني بيدخل الجسم في جفاف، بيخلي الواحد بيبقى مضر للبول، بيخرج منه ميه كتير، وهو فاكر ان هو لما بيشرب مش بيشرب المشروب الطاقه نفسه ان هو ده ميه. لا بالعكس، هو مش ميه ولا حاجه، وبيحسبه من حساب يقول لك ايه، ما انا بشرب، يعني بدل ما يشرب ميه يروح يشرب له كان، على اساس انها بديل الميه، وهي للاسف بتبقى مضره للبول وتدخل الجسم في جفاف. وبرضه بجانب يعني اضرار الجفاف على القلب وعلى الكلى، برضه من الحاجات اللي بتخلي الواحد يبقى عنده صداع ومش مركز وتعبان. طب لما انت ضربت لنا القصه دي، امال احنا عشان نركز، لان جالي سؤال على كومنت لسه من كام يوم بيقول لي طب قولي لنا بقى احنا نعمل ايه عشان نركز، عشان ولادنا يركزوا ويذاكروا كويس وبتاع. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، ناكل صح. ناكل صح، اكلنا فيه كل حاجه يا جماعه، ناكل بروتين صحي، ناكل لحمه، فراخ، سمك، بيض، فول، عدس. البروتين دي اول حاجه. تاني حاجه الخضار والفاكهه، حدث ولا حاجه، هم منبع الفيتامينات والمعادن. ابقى قاعده كده وجنبيه اي طبق، اي حاجه، اي فاكهه اللي موجود في السوق اللي بحبه احط جنب فاكهه واكل. المكسرات سوداني، هتقول مكسرات غاليه، شويه سوداني، حفني، انا عايزه حفنه سوداني، حفنه سوداني بس عشان الاوميجا 3. زيت زيتون على سلطه، زيت زيتون على طبق فول، زيت زيتون على حته جبنه، اي حاجه ارزعوا زيت الزيتون على اي حاجه. يبقى اول حاجه اشرب لبن، كوبايه الزبادي، الالبان، عسل النحل، الحاجات دي ممتازه جدا جدا. يبقى اول حاجه الاكل. تاني حاجه لازم اشرب ميه كويس قوي، عشان انا بنسى ان انا اشرب ميه وانا بذاكر. تاني حاجه ممكن اكون بشرب شاي وقهوه وحاجات زي كده، الحاجات دي بتعمل اضرار للبول وتخلي الميه تسحب تنزل من جسمي فتدخلني في مشاكل. يبقى تاني حاجه الميه. تالت حاجه لازم انام كويس، لازم انام على الاقل 7 ساعات يوميا متواصله بالليل، مش في النهار، لان جسمي بيشحن بالليل. بصوا يا جماعه، احنا لما بيبقى عندنا اي تاسك، اي حاجه زياده عايزين نشتغل عليها، نبص نلاقي واليوم مش مكفي، فبنيجي على ايه؟ على ساعات النوم. دايما بنأثر على ساعات النوم، وللاسف النوم ده من اهم الحاجات اللي ممكن اللي انا جسمي بيحتاجها. لازم انام، لازم افصل، لازم جسمي يفصل عشان يشحن، عشان اقدر اقوم تاني يوم مركزه وقادره، ابقى قادره على ان انا اذاكر واركز واشتغل ويبقى عندي مجهود عضلي رايح جاي. خلي بالنا من حاجه مهمه كمان، ان انا لو عايز اضيف اي فيتامينات ولا حاجه مفيش مشكله، انا ممكن اضيف اي نوع مكمل غذائي، مكمل فيتامينات من الحاجات اللي موجوده في السوق، يبقى فيها فيتامين بي، فيها فيتامين سي، فيتامين دي، شويه كالسيوم، زنك، الحاجات يعني يبقى فيها كوكتيل من الحاجات دي، مفيش مشكله خالص، ممكن امشي عليها شهر شهرين الامتحانات بس بجانب
اكل كويس، اشرب ميه كويس، وانام كويس. وربنا يوفقكم جميعا ويوفق اولادنا ويفرحنا بيهم كده ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.